العريف. ابو العريف ده شكل مدمن القهوة. ابو العريف. القهوة فين؟ ابو العريف. القهوة اللي الناس بتشربها على القهوة. طب ليه؟ أنا هنام ولما أصحى ألاقي القهوة تعالى. مساء الخير عليكم جميعا. النهارده حدوتنا مع شخصيه ممكن تقابلها في الحاره عندك، في الشارع عندك، ممكن يكون كمان في العيله. معانا الاستاذ الكبير ابو العريف. ابو العريف هيقدم لنا حاجه عايز كلكم تسمعوها، حاجه حصلت في حياته ويمكن دخل فيها عنبر العقلاء والحمد لله العفو منه. اهلا وسهلا بيك ابو العريف. عايزين نعرف ايه حكايتك وايه قصتك وليه انت كنت دخلت عنبر العقلاء وطلعت منه، واحكي لنا عن الحاجات دي. مرات الأب اللي ياخدها الرب هي دي السبب في الجنة. عملت معاك ايه؟ أنت سعادتك بتشوف النجوم إمتى؟ بشوفهم بالليل. أنا شفتهم بالنهار. ازاي؟ ده اللي عايزين نوصل له عشان نعرف الساده المشاهدين حكايه ابو العريف. تقفل اللحمة والفراخ في التلاجة تعملها قفل. أنا هاكل منين بقى؟ تمام؟ أجي من الشغل تعبان عاوز حاجة أكلها. ألاقيها واخدة المفتاح معاها. الله يسامحها ويسهل لها. بس على فكرة في مرات أب كويسة وفي مرات أب ياخدها الرب. دي ورتني النجوم في عز النهار، والله في عز النهار. والله حكم ابو العريف هتكون معاكم في حواديت المشهد الان. هنسمع منه قصه مرات الاب وعملت فيه ايه اللي دخلته. كان عنبر ايه؟ عنبر العقلاء ولا عنبر 8؟ عنبر 8. 8. ايه اللي حصل لك؟ الدكتور رمضان ربنا يديله الصحة والعافية قال لي لما تاخد العلاج عد لي من 1 لحد 100. أنا عديت 1100. أنا ذنبي حاجة؟ لا. ما نمتش ليه؟ قلت له أنام ليه؟ أسيب الناس دي صاحية وأنا بنام؟ ما ينفعش، لازم أخلي بالي من الإخوات اللي في العمر. ناس كويسة ربنا يشفيهم ويعافيهم. وقعدت قد ايه في عنبر 8؟ عم خليني آكل بقى. ما تاكل. ربنا يديك الصحة يا عم ابو العريف. وعايزين نصيحك يمكن حد يسمع. صحيح. الوقت اللي احنا فيه ده انصح كل واحد بعد وفاتهم بالعيال يا ريت ما يتجوزش. حقيقي بجد. ليه بقى؟ مرات الاب اللي ياخدها الرب يعني هي سبب الكوارث اللي احنا فيها. كان ليا فلوس بقى، فجه الاب جه يتجوز خد فلوس انا اتجوز بيها. انا قبل ما اخش مجال التصوير كنت صنايعي بتاع كوتش عربيات. بتاع كوتش؟ انفخ البلف والتيوبس واللحمات شغال فيها، واشتغلت في بنزيمة في ميدان التحرير جنب الخطوط السودانية. وظيفة موبيل ويا ده شغال فيها. كنت بلحم جميع الكاوتشات من بالليل الساعة 8 لحد الساعة 7 الصبح أفضل شغال. سبتها بسبب الله يسامحها مرات الأب اللي ياخدها الرب. فشفت الدجون دي كنت بشوفها بالليل، أنا كنت بشوفها بالنهار. احكي لنا مواقف عملت معاك ايه؟ ياه ده عملت كتير. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان والد عنده مخزن بيت في شارع نصر توكيل بيبسي. كسبنا عجلة. تقول لي العجلة تسيبها تحت ليه؟ قلت له اعمل بيها ايه؟ رحت جبتها من المصنع هنا بالمعادي. اديته الغطا بتاع الكرتونة والكادون ده، كسبت العجلة. جبتها وجيت قعدت معاها 3 شهور. بقضي بقى ايه مشاوير بتاع، اروح عند تصوير اروح بيها. نفعني بتوفر مصروف حلو. جه عند الورث والحاجات دي تقول لي العجلة ديت بتاعت العيال. قلت له مش انا من العيال ولا من مش ورث يعني. قلت له طب ورث العجل ماشي. انت هتاخد ايه وانا هاخد ايه؟ انا هاخد الجدول اللي قداماني واخويا الكبير ياخد العجله الورانيه وابنك وبنتك هتاخد ايه بقى؟ الجنزير ولا هي العجله فيها ايه اصلا؟ نقسمها. قالت لا انا هاخدها كلها. قلت لها خديها. وخدت العجله؟ خدت العجله بحالها. انا ما خدتش حاجه من العجله. وانت بقيت من غير عجله؟ من غير عجله.
مش بقول لك حيه والله العظيم زي ما بكلمك كده. عجله كانت جديده وسابقه وحلوه وزي الفل. كنت بروح بيها العتب وباجي في نادي شرطه عبد بروح اصور بيها حفلات وباجي. بس بركنها بره النادي عشان الستريتش. بخلص تصوير اروح راكبها وجاي بيها درس. الله يسامحها بقى ويسلمك.